أهلا بيكم. أكيد كلنا بنسمع مصطلح Deep Learning ده كتير قوي اليومين دول، وللوهلة الأولى كده ممكن يبان إنه حاجة معقدة قوي وتخض. بس في الحقيقة الفكرة الأساسية بتاعته أبسط بكتير. في الكام دقيقة اللي جايين دول هنفك الشفرة دي مع بعض وهنفهم الأساسيات بتاعته خطوة بخطوة. طيب، خلونا نبدأ بسؤال كلنا بنعيشه كل يوم. حد فينا فكر قبل كده إزاي الموبايل بيعرف وش صاحبه من وسط مليون وش تاني؟ يعني إزاي بيفتح لما يشوف وش معين بالذات؟ أو مثلا إزاي لما نرفع صور على السوشيال ميديا بيقترح علينا نعمل تاج لأصحابنا اللي في الصورة بالظبط؟ الموضوع ده تحس إنه سحر، صح؟ الإجابة على السحر ده كله هي الديب ليرنينج. وببساطة شديدة قوي، الديب ليرنينج ده عبارة عن محاولة مننا إننا نخلي الكمبيوتر يقلد طريقة شغل مخ الإنسان. والله زي ما سمعت كده، الفكرة كلها قايمة على بناء شبكات عصبية صناعية بتحاكي الشبكات العصبية الحقيقية اللي في مخنا كلنا. طيب، ممكن حد يسأل إيه الفرق بينه وبين الماشين ليرنينج العادي اللي بنسمع عنه؟ بص، في الماشين ليرنينج التقليدي المبرمج هو اللي لازم يقول للموديل إيه هي الصفات المهمة اللي يدور عليها. يعني لو بنعلمه يتعرف على قطه لازم نقول له دور على الودان المثلثة، الشنب، وهكذا. لكن بقى في الديب ليرنينج الموضوع مختلف تماماً. إحنا بنديله الصورة الخام وهو اللي بيكتشف الصفات دي لوحده. يعني بيتعلم بشكل هرمي، طبقة ورا طبقة. تلاقي أول طبقة اتعلمت يعني إيه خط أو دايرة، الطبقة اللي بعدها تاخد الخطوط والدواير دي وتتعلم يعني إيه عين أو أنف، والطبقة اللي فوقها تجمع كل ده وتفهم إن ده وش كامل. هو بيعلم نفسه بنفسه حرفياً. تمام. عشان نفهم بقى العمارة الضخمة دي اللي اسمها شبكة عصبية لازم نمسك أصغر طوبة فيها. أصغر وحدة بناء في السيستم ده كله هي حاجة اسمها الارتفيشال نيورون، الخلية العصبية الصناعية. وطبعا الاسم ممكن يخض شوية، بس ما تقلقش خالص، هو في الآخر مجرد معادلة رياضية بسيطة جدا. دي الطوبة اللي بنبني بيها كل حاجة. شغلانة النيورون الواحد ده بسيطة قوي وبتتم في 3 خطوات. أول خطوة بيستقبل شوية معلومات، وكل معلومة داخلاله دي بيضربها في رقم ده بيعبر عن مدى أهميتها. الرقم ده بنسميه الويت، يعني كأنه بيقول المعلومة دي مهمة ولا مش قوي. تاني خطوة بيضيف رقم ثابت صغير كده عشان يظبط المعادلة. وآخر خطوة ودي مهمة قوي، النتيجة اللي طلعت بتعدي على بوابة. البوابة دي اسمها الأكتيفيشن فانكشن، ودي شغلتها زي حارس الأمن بالظبط. بتقرر هل المعلومة دي مهمة وقوية كفاية عشان تعدي للنيورون اللي بعده ولا لأ. بسيطة أهي. تمام. ده كان النيورون الواحد. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، إزاي شبكة كاملة متكونة من آلاف ويمكن ملايين من النيورونز دي بتقدر فعلا تتعلم وتفهم كل الداتا اللي بنديها لها؟ هنا بقى بيجي دور بطل الحكاية بتاعتنا كلها، عملية اسمها الباك بروباجيشن. الكلمة ممكن تبان كبيرة، بس معناها ببساطة شديدة هو التعلم من الغلط. بالظبط كده، دي الطريقة السحرية اللي الشبكة بتصلح بيها نفسها بنفسها، مرة ورا مرة، لحد ما تبقى خبيرة في اللي بتعمله. دورة التعلم دي عاملة زي لفة كده من 3 خطوات. أول خطوة الفورورد باس. الشبكة بتبص على الداتا، صورة مثلا، وبتطلع تخمين، بتقول أنا شايفة إن دي صورة قطة. تاني خطوة بنحسب الغلط، بنقارن تخمينها بالإجابة الصح ونحسب هي غلطت بنسبة قد إيه بالظبط. تالت خطوة ودي أهم حاجة، الباكورد باس، اللي هو الباك بروباجيشن. هنا بقى بنرجع بظهرنا خطوة خطوة جوه الشبكة، ونبدأ نعدل في كل الويتس اللي سببت الغلطة دي، وبنعمل تعديل صغير قوي عشان المرة الجاية الغلطة دي تقل. واللفة دي بقى بتتكرر آلاف ويمكن ملايين المرات. بس خلي بالنا، ساعات بتحصل مشكلة مشهورة جدا في عالم الديب ليرنينج اسمها overfitting. والمشكلة دي نقدر نشبهها بالظبط بالطالب اللي داخل الامتحان وهو حافظ الكتاب صم بس مش فاهم ولا كلمة. يعني لو جاله نفس السؤال اللي في الكتاب هيجاوب 100 لكن لو السؤال اتغيرت صيغته بس شوية خلاص هيتلخبط ومش هيعرف يجاوب. هو ده اللي بيحصل للموديل، بيحفظ داتا التدريب بتاعته لدرجة إنه لو شاف أي داتا جديدة عمره ما شافها قبل كده أداؤه بيبقى سيء جدا. طيب، والحل إيه؟ في تقنيات ذكية جدا بنستخدمها عشان نمنع موضوع الحفظ ده. من أشهر التقنيات دي حاجة اسمها الدروب أوت. فكرتها غريبة شوية. وإحنا بندرب الشبكة بنيجي على شوية نيورونز ونطفيهم بشكل عشوائي. ده بيجبر باقي الشبكة إنها تتعلم بجد وما تعتمدش على نيورون معين أو مسار واحد بس. وتقنية تانية مشهورة هي الearly stopping. يعني بنفضل مراقبين أداء الموديل، وأول ما نلاحظ إنه بدأ يحفظ ومش بيفهم بنوقف التدريب فوراً. كفاية كده.
طيب عملية تعديل الويتس دي اللي هي الباك بروباجيشن محتاجة زي ما تقول كده محرك أو موتور يزقها ويوجهها. الموتور ده هو اللي بيحدد حجم التعديل اللي هيحصل في كل خطوة عشان نوصل لأحسن نتيجة. المحركات دي اسمها الأوبتمايزرز، ودورها الأساسي إنها تسرع عملية التعلم وتخليها توصل للهدف بأحسن شكل. في أنواع كتير منهم، لكن حالياً يعتبر الآدم هو أشهر وأكتر واحد بيستخدم، لأنه ذكي وبيعرف يتأقلم مع الشبكة ويسرع الدنيا جداً. تمام، عشان نلم كل اللي قلناه ده في كام نقطة سريعة. أول حاجة، شبكات الديب ليرنينج مبنية من وحدات صغيرة اسمها نيورونز. تاني حاجة، الشبكات دي بتتعلم من غلطاتها عن طريق عملية مهمة جدا اسمها باك propagation. تالت حاجة، هي بتقدر تكتشف الأنماط والفيتشرز لوحدها من الداتا الخام. ورابع حاجة، لازم ناخد بالنا ونمنعها إنها تحفظ بس، وده عن طريق تقنيات الregularization. لو حد حابب يكمل ويتعمق أكتر في الموضوع، دي شوية كلمات مفتاحية مهمة جداً ممكن يبدأ بيها. ممكن تبحثوا عن gradient descent عشان تفهموا أكتر الجزء الرياضي وراء الباك propagation، واقروا عن أنواع الactivation functions زي الريليو، وطبعاً اعرفوا أكتر عن الADAM optimizer والoptimizers التانية. الكلمات دي هتكون هي المفتاح عشان ندخل أعمق في المجال ده. ودلوقتي بعد ما أخدنا فكرة عامة عن الأساسيات دي كلها، يجي السؤال الأهم: إيه أول فكرة مشروع ممكن تيجي في بال أي حد فينا يطبق بيها اللي اتعلمه ده؟ ممكن تكون فكرة لمشروع تخرج أو حتى فكرة بسيطة كده الواحد يعملها مع نفسه. فكروا فيها، لأن التطبيق العملي هو أهم وأمتع خطوة في الرحلة دي كلها.